تحياتي. كرم الضيافة بدون سذاجة. هذا الكلام بغيت نوجهه لكم إخواني المغاربة. علاش؟ لأن احنا فينا واحد كرم الضيافة اللي زاد على الحد ديالو، لدرجة أنهم ولاو كيستغفلونا، ولاو معتبريننا سداج. فكرم الضيافة راه قيمة عظيمة، لكن الكرم بلا حدود قد يتحول إلى سذاجة. نحن نكرم لأن هذا طبعنا، نفتح الأبواب لأن هذا تاريخنا، لكن ليس كل من استقبلته باحترام يبادلك الاحترام. بعض من أكرمناهم واجهوا ترحيبنا بالجحود وبالأفعال لا بالأقوال. الدرس واضح: كن كريما نعم، لكن كن واعيا. احترم الضيف دون أن تتنازل عن هيبة المكان وقواعده. الضيافة ليست ضعفا، لكنها تحتاج توازنا، لأن الاحترام لا يمنح مجانا بل يقابل بالاحترام. منين نبغي نحترم ومنين نبغي نكرم نعرف شكون، يعني نديرها بمحلها، نعرف شكون اللي نكرم حيث كنقولوا إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد. فأعيدوا النظر في هذاك الكرم ديالكم الزائد، وعرفوا من هم أهل للكرم. وإلا جيتوا عليا أنا راه خاص تفرض الفيزا على بزاف ديال الدول باش حتى حنا نديروا واحد الغربال شكون اللي كيدخل لبلادنا وشكون اللي تيخرج، لأن بلادنا راه ماشي زبالة. خاص اللي بغى يدخل ليها يحترمها ويكون قدها ويعرف راسو بلي راه غادي يحط رجلو فواحد الأرض شريفة عفيفة، وخاصو يعرف يقدرها ويقيمها ويعطيها حقها. وإلا بلاش جلس غير في بلادك بلا ما تجي عندي. السلام عليكم.